بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن موضوع حركة تمرد. طبعا الاسلوب المتبع هو والتخطيط واحد، ان هم يقفوا في التلفزيون ويقولوا لك إرادة الشعب. إرادة الشعب ليست حركة تمرد. وبالنسبة للناس السياسيين اللي موجودة على الساحة، محدش قال لهم اتكلموا باسم الشعب، انتوا بتتكلموا باسم المجموعة التابعة ليكم بس. اما اي واحد يسمع في التلفزيون الناس اللي بتيجي تستضاف كلها ملقنة باللي هتقوله، يعني اي واحد من اللي بيجي يتكلم في التلفزيون مليش شخصية، كل اللي بيقوله هو مخطط ليه تقف في التلفزيون وتقول كذا كذا كذا. ولو انتوا اتبعتوا اساليبهم وحللتوا الاسلوب مش الكلمات، تلاقوا الاسلوب واحد وبرنامج واحد. وزي ما وقف خطب اللي اسمه سامح عاشور ويقول لك لا، اولا عايزين نقول لكم على حاجة. لو انا وانت متخانقين مع بعض او في نقاش بيننا وبين بعض، وانت بتقول لي تعالى نتحاور وانا بقول لك مش هنتحاور، يبقى اذا انا متعنت ومتسلط وعنيد وليا هدف محدد مش هتنازل عنه. وكون ان انا متحاور وعنيد ومتسلط وبراوغ، يبقى ده دليل على ان انا غلط مش صح. طبعا الامور اللي بتحصل دي بالنسبة للواء عبد الفتاح السيسي فهمها. يعني انا عايز اقول لكم ريحوا نفسكم، انتوا مهما عملتوا ومهما سيستوا ناس في الجيش في الشرطة، ومهما سيستوا ناس في القضاء، ومهما سيستوا ناس وقعدتوا تقولوا ان التأسيسية تمسك الحكم، اولا القضاء مليش دعوة بالحكم، ولن نرضى نهائيا ان القضاء يمسك الحكم. القضاء زي الجيش والشرطة زي القضاء والجيش، الثلاثة دول محايدين. الجيش بيحمي البلد، الشرطة تنفذ قانون، القضاء يحكم. الثلاثة دول لا يكونوا خصوم نهائيا بين أفراد الشعب ولا ينحازوا نهائيا، ولكن الثلاثة دول ما هو إلا إن كل واحد يقعد في مكانه ويفصل في الموضوع اللي هو بيجيله. إذا كان قضاء يحكم ما بين ده أو ده، فلا يحق للقضاء إنك أنت تسيسه وتقول له تعالى وامسك البلد وتسخنه. طبعا ده ما بيأثرش إلا على القاضي ضعيف الشخصية. برضو بالنسبة للشرطة لا يحق إنك أنت تقول إن الشرطة تمسك أو ما تمسكش، لأن الشرطة جهة تنفيذ القانون، وجهة تنفيذ القانون لازم إن هي تبقى محايدة ملهاش دعوة بالأحكام. بالنسبة للجيش معروف وريحوا نفسكم، اللواء عبد الفتاح السيسي راجل شخصيته قوية جدا جدا، ومليش دعوة لا بمؤيد ولا بمعارض، ولا هيقف مع مؤيد ولا هيقف مع معارض، ولكن هو قدامه الصورة حية في الشارع، وبيعرف يجمع معلومات، وفاهم مين الصح ومين الغلط، وعارف مين المتسلط ومين المتعنت، وعارف الأمور ماشية ازاي. فريحوا نفسكم بالنسبة للواء عبد الفتاح السيسي، مش من النوع اللي هو بيتثبت. أما بالنسبة للناس اللي بتيجي في التلفزيون، قلنا مليون مرة يا ريت تخلي عندكم دم وما تتكلموش باسم الشعب. الشعب ما مفوضكوش، عمر الشعب ما هيفوض واحد زي سامح عاشور، عمر الشعب ما هيفوض واحد زي البلدعي، عمر الشعب ما هيفوض واحد زي احمد شفيق، عمر الشعب ما هيفوض واحد زي عمرو موسى. الناس دي كلها احنا مش عايزينها، والناس دي كلها هي سبب تدمير الدولة، والسبب الاساسي للفوضى، والسبب الاساسي للاسعار والخنق الناس وللبلبلة وللزعزعة ولهدم مصر ولتدمير مصر. هؤلاء الناس دي لو سمحتم، لو تكرمتم، نترجاكم ان كل واحد فيكم ما يتكلمش عن الشعب. بالنسبة لاستمارة التمرد، انا بكرر يا جماعة، استمارة التمرد اولا غير قانونية، ثانيا ما حصلش اللي هم بيقولوا عليه، ثالثا بالنسبة للواء عبد الفتاح السيسي، وطبعا انا مش هقوله لان هو فاهم،
مجموعة النصارى لو كانوا مجموعة النصارى فيهم جزء يؤيد الإخوان وجزء يعارض الإخوان كنا ناخد برأيهم، ولكنهم هم متسلطين وكتلة واحدة وبيجوا بكلمة واحدة كلهم. وكون ان انا الاقي فصيل ياخد كلمة واحدة، معنى هذا الفصيل ان هو مش صاحب رأي لانه متسلط. ولذلك احنا بنقول لو النصارى في الانتخابات مجموعة ادت ناس ومجموعة ادت ناس وكانوا متناقضين مع بعض، نقدر نقول ان هم على حق. ولكن النصارى بيطلعوا بكلمة واحدة لان ليهم هدف واحد. فرجائي من اي واحد بيقف في التلفزيون يخلي عنده دم، علشان انتوا عارفين لسان طويل، خلي عندكم دم وما تتكلمش باسم الشعب. الشعب ما فوضكش، ونتمنى من اللواء عبد الفتاح السيسي ان هو يصدر قرار بعدم تدخل اي فرد غير منتخب من قبل الشعب في السياسة. يعني انت سياسي لازم تكون منتخب من قبل فصيل او من قبل مجموعة، لكن كون انك انت تفرض نفسك علينا كراجل سياسي وانك انت راجل اداري وانك انت راجل بتسير وعايز تخلي الناس دي كلها عبيد عندك، اعتقد ان ده موضوع انت مش مفروض علينا، واحنا ما اخترناكش والشعب ما اختارش الناس دي، والناس دي ما تتكلمش باسم الشعب. ويا ريت الناس تصحى، هم بيبدلوا افكاركم. وبكرر لكم تاني، اللواء عبد الفتاح السيسي فاهم اللي حصل للجيش، وفاهم العساكر اللي اتضربت، وفاهم الضباط اللي اتضربت، وفاهم اللي بيحصل، وفاهم البلد ماشية ازاي، وعارف الامور ماشية ازاي، واحنا بنثق في نزاهته. والراجل ماليش دعوة لا بمؤيد ولا بمعارض، الراجل هيحكم بما يرضي الله، الراجل هيحكم بالحق. فاتبعوا ويا ريت تتكسفوا، عمركم ما هتسيسوا الجيش ابدا، ولا عمركم هتثبتوا الجيش. كل المحاورات والمراوغات اللي انتوا بتعملوها دي ما هي الا ألاعيب وستأتي بالفشل. قدرتوا تسيسوا بعض القضاء اللي هم لما قلت لهم هتمسكوا الحكم مؤقتا وقفوا معاكم، قدرتوا تسيسوا بعض الشرطة اللي هم قلتوا لهم هنعمل ونسوي ووقفوا معاكم. لكن الجيش معروف ان هو محايد وما بيجيش مع حد، ومش هينصف فصيل على فصيل، ولكن هو هيحكم بالحق وهيحكم بشريعة الله وهيحكم بالقانون وهيحكم باللي شايفه. وانتوا المصيبة السوداء ان انتوا جالكوا اللواء عبد الفتاح السيسي، ده راجل معروف انه نزيه، وراجل معروف انه راجل حق، وراجل معروف انه مش بيضل، وراجل معروف انه هو مش بينحاز لأي فصيل. وهو الراجل ألقى خطاب وقالوا ان احنا ملناش دعوة بالحكم ولا لينا دعوة بالسياسة ولا نتدخل في الحكم، ولكن احنا لينا نحافظ على امن البلد. يا ريت تخلي عندكم دم وتتكسفوا، وكفاية الارهاق اللي عملتوه للجيش للجيش بالذات. الجيش تعب معانا كتير، والجيش كتر خيره، يحمي بره ولا يحمي جوه ولا يعمل ايه، ولا يراقب الناس اللي بتخطط لتدمير مصر من بره ولا اللي بتخطط لتدمير مصر من جوه. كل الامور دي يا ريت تخلي عندكم دم. وبكرر تاني، يا ريت الجماعة اللي في التلفزيون اللي هم الاعلاميين اذا كان عندهم دم واذا كانوا اصحاب حق واذا كانوا ناس بيقولوا الحق، يا ريت لما واحد يقف قدامكم يقول الشعب بيقول، تقول له لو سمحت ما تتكلمش عن الشعب، اتكلم عنك نفسك وعن الفصيل بتاعك. لكن واحد يطلع يقول لك بناء على رغبة الشعب، وواحد تلاقيه كده هو طالع عامل زي الكتكوت اللي مغطسينه في مية، وواحد تاني كتكوت شركاسي، وتحس كده ان الناس بتلعب بالناس. اولا الشعب المصري مش اهبل وعبيط، صحيح في ناس طيبة، صحيح في ناس ملهاش في السياسة، صحيح في ناس ما بتدركش الامور، صحيح في ناس انتوا سحبتوا عقلهم، صحيح في ناس انتوا اوهمتموهم بان الدكتور مرسي هو السبب في البنزين والمواصلات والمية والنور ومش عارف ايه وجنوب افريقيا والكلام من ده كله. ولكن انتوا عارفين الحقيقة فين. الحقيقة اللي انتوا عملتوه علشان تخنقوا الناس وتدوسوا على الناس الغلابة، الحقيقة ان الناس اللي راحت ميدان رابعة العدوية راحت على حسابها ومن قوتها ومن شقاها
ما خدتش 200 ولا 300 ولا 1000 ولا 2000. للأسف الشديد ناس قاعدة تصلي وتعبد ربنا، وانتوا للأسف الشديد قاعدين تروغوا في التلفزيون. نتمنى من التلفزيون ان هو يخلي عنده نخوة ويخلي عنده دين ويخلي عنده ضمير، واي واحد مش عايز اغلط، انا كنت اغلط، يقف في التلفزيون ما يتكلمش عن الشعب. وبقول لكم وبكرر لكم، اللواء عبد الفتاح السيسي مش بيثبت. اللواء عبد الفتاح السيسي لا هيحكم مع المؤيدين ولا المعارضين، هيحكم بما يراه في الشارع المصري واللي هيقرره بالنسبة للناس، وهيقدر الناس اللي مؤيدة والمعارضة، وعارف مين الناس المؤيدة اللي قاعدة في البيوت، وعارف مين الفصيل اللي بيزود العدد بتاعكم، إذا كانوا هربانين من الأحكام ولا إذا كانوا النصارى 8 مليون دول وحديهم متسلطين. والتخطيط اللي بيطلع يا جماعة تخطيط صهيوني لازم نحذر منه، ولازم نساند المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. لازم نساند المسلم، لازم نساند الإسلام، لازم نعمل للإسلام. وأذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وبكرر تاني، واحد يقول لي يعني دول كفرة، أنا ما بقولكش كفرة، لأن أنا لو قلت لك كفرة هاخد ذنب. لو واحد تاني يقول لي دول مش مسلمين، اقول لك والله المسلم يبان، المسلم يحافظ على شريعة ربنا، المسلم يخاف على المسلم، المسلم يدافع عن الكنيسة، عن الجامع اللي اتحرق ما يدافعش على كنيسة، المسلم يدافع عن القرآن اللي اتحرق ما يدافعش عن نصراني. المسلم يساند المسلم، مش المسلم يسلم بنته ولا مراته للنصراني. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. ولكن انتوا عايزينها دولة علمانية، عمرها ما هتبقى علمانية، لان ده بعدكم. مصر دولة اسلامية، وستظل راية الاسلام مرفوعة الى ابد الابدين باذن الله. والله سينصر الحق، والله سينصر الحق، والله سينصر الحق. وأكرر، يا ريت كل واحد يتكلم في التلفزيون عن نفسه بس، مش انتوا اللي احنا نقول نختاركم تتكلموا عننا. انتوا مجموعة الفاسدين المفسدين المضلين المراوغين أصحاب المصالح.